منتشر على الفيسبوك فكرة الاهتمام ما بيطلبش. الجملة دي خطيرة جدا. أهلا بيكم، معاكم الدكتورة هند عزت. فكرة إن الاهتمام ما بيطلبش فكرة اتزرعت غلط جوانا، والمجتمع خلاها راسخة بإن احنا مينفعش نطلب حاجة من اللي قدامنا، زي إن احنا نطلب مثلا حضن، نطلب إنه يسمعنا، نطلب طبطبة. مينفعش نطلب أي اهتمام من اللي قدامنا عشان الاهتمام ما بيطلبش. فكرة إن اللي قدامك ده اختبار بالنسبة لك، إنه لو ما فهمش أنت عايز إيه وعرف وقري أفكارك وعرف إيه المطلوب منه بالظبط من غير ما أنت تقوله، فده معناه إنه مش بيحبك. إن السائد عندنا إن أنت لو طلبت مثلا من اللي قدامك مشاعر معينة عايزها منه، هيكون شكلك في موقف ضعف وهيخلي اللي قدامك يعايرك. مثلا اللي قدامك يكسفك أو يرفض يعمل الحاجة اللي أنت طلبتها منه، ففي الحالة دي هتكون في موقف وحش. الحقيقة إن الاهتمام فعلا بيطلب، زي الأكل زي الشرب زيه زي الحاجات المادية بالظبط. إن إحنا عاملين زي الكتالوج، كل واحد له كتالوج مختلف عن التاني. الاهتمام كل واحد له طريقة فيه، له لغة حب معينة، له طريقة بيحبها، بيحب اللي قدامه ياخدها منه. الاهتمام له معاني مختلفة وأشكال مختلفة، ولازم تعرف إنه من حقك. فانت ما تقولش لحد انت عمرك ما حسيت بيا، انت عمرك ما فهمتني، لان كتالوجك غير كتالوجه، والحاجات اللي هو محتاجها غير الحاجات اللي انت بتحتاجها. فعشان كده ما تحكمش على حد من غير ما تفهم وتعرف ايه هي احتياجاته، انك تقوله احتياجاتك ايه وانت عايز منه ايه. اطلب الاكل، الشرب، برضو كمان الحب، الاهتمام، الدعم، التشجيع، كل الاحتياجات المادية زيها زي الاحتياجات المعنوية بالظبط. مهم تعلمه لولادك في التربية الإيجابية، إنك ابنك لما يحس بالخوف تعلمه تعالى على طول على حضن بابا وماما أول ما تحس بالخوف. لما تحس إنك متضايق أو زعلان، اجري بسرعة على بابا وماما وقول لهم إن أنت محتاج إنك إن هما يسمعوك، وإن أنت محتاج الطبطبة ومحتاج الدعم. مفيش حاجة اسمها حد يقرأ أفكارك، محتاج حاجة اطلبها وبدون ما تقول قبلها أنت ما بتحبنيش أو أنت عمرك ما حسيت بيا. من حقك للي قدامك إنه لو مش متاح مثلا إنه يعبر لك في اللحظة دي عن الحاجة اللي انت عايزها، عن حب، عن اهتمام، عن تقدير، عن خروجة انت عايز تخرجها معاه، مش متاح في الوقت الحالي. ما تاخدش الموضوع بشكل شخصي، وحاول تطلب الحاجة دي في وقت تاني يكون مناسب. مرن أكتر وافهم لغة الحب، هتخلي العلاقة بينك وبين أي حد علاقة مثمرة. دايما وأولا وأخيرا نحاول نملى نفسنا من جوه عشان ما نبقاش فاضيين من جوه واحنا رايحين نطلب الشيء اللي محتاجينه من الشخص اللي قدامنا، فتبقى علاقة اعتمادية ومعتمدين فيها على ان الآخر هو اللي يمدنا بالاحتياج ده فقط. انت رايح مليان للطرف الآخر، ولو اداك الحاجة دي كان بها ويشكر على كده ويتقدر. ما اداكش الحاجة دي وما كانش متاح في الوقت الحالي، حط اعتبارات كتير، وبرضك في الأول وفي الآخر أنا مليان من جوه مش فاضي، وأنا من جوايا عندي كمان احتياجات أقدر إن أنا أشبعها، مش بس الاحتياج للشخص ده. اللي يكون عندك إن أنت لوحدك كفاية. وجود الناس في حياتك هو إضافة، هو حاجة بتضفي على حياتك البهجة الفرحة، لكن أنت لوحدك كفاية. علشان لو حد رفض إنه يديك الحاجات اللي أنت طلبتها أو يشبع الاحتياجات اللي جواك، ما تحسش إنك نقص منك حاجة أو أنت مفتقد الشيء دوت.